لو انا دلوقتي جيت قلت لكم ان رمضان ثالثه ثانوي بتاعي كان احلى رمضان يعدي عليا من ساعه ما رمضان بدأ يجي في اوقات الدراسه، اكيد طبعا مش هتصدقوني، لان انتوا بتبقوا فاكرين ان شهر رمضان ده مش هتبقوا عارفين تنظموا وقتكم، ولا عارفين تصوموا، ولا تتسحروا، ولا عارفين تقضوا وقت مع اهلكم، ولا عارفين تروحوا عزومات. كل الكلام ده كله رمضان ثالثه ثانوي ده كان منتج جدا. الوقت فيه بيكون فيه بركه فعلا، انك تكون صايم وانت بتذاكر، وان الشهر ده بجد تطلع منه وانت حاسس ان انت صيامك كان صيام صح، وانك ما كنتش طول اليوم نايم كالعاده. لو رمضان بيجي في الاجازه فاحنا بنبقى صايمين ومش قادرين، فبننام لحد مثلا العصر او قبل العصر بشويه، ونصحى بقى اللي هو يعتبر احنا ما صمناش اساسا. فبيكون رمضان اللي هو ايه، تحس ان انت طالع من رمضان ده بجد وانت مغير حاجات كتير في حياتك، وان انت كنت ماشي شهر صحي حرفيا في كل حاجه، وبيرفكت في كل حاجه، من ناحيه الصيام، ومن ناحيه المذاكره، من ناحيه الاجواء. طالع من رمضان في كل حاجه مظبوطه وجميله، فاحساس انك تبقى حاسس ان انت عامل اللي عليك او عملت مجهود في حاجه، والحاجه دي حاجه كويسه. فده اصلا بيديك شعور كويس، زي ما كنا اتكلمنا في فيديو الانتاجيه، ان انت لما بتعمل مجهود في حاجه وتنتج فيها، بتيجي في اخر اليوم بتحس ان انت راضي عن نفسك، وقد ايه انت مبسوط بالتعب اللي انت تعبته. فشهر رمضان هيبقى اكتر شهر كده. حاسه ان احنا رغينا كتير في الانترو، تعالوا بقى نتكلم عن طريقه المذاكره او ايه اللي انا عملته في رمضان خلاني اقول ان بجد رمضان ده احلى رمضان عدى عليا في الرمضانات. يعني كان رمضان بيجي فيها في وقت الدراسه. اول حاجه رمضان طبعا هيكون فيه فايبس تحفه. طبعا انت هتفكر ان انت مش هتقدر تستمتع بالاجواء دي، بس انا عايزه اقول لك بالعكس ابدا. الناس اللي زهقانه بقى من الروتين والملل، وان هي خلاص بقى تعبت وما بقتش قادره تكمل. انا في ثالثه ثانوي اساسا كنت ماشيه على نظام لحد رمضان، اللي انا كنت قلت لكم عليه في فيديو قبل كده، كان روتيني في ثانويه عامه. كنت حكيت لكم كنت بعمل، لو عايزين تشوفوا الفيديو ده هسيبه لكم في صندوق الوصف. اول بقى ما بدا رمضان بدات طبعا اغير طريقه مذاكرتي علشان الصيام والسحور وكده، ومواعيد الدروس اصلا ساعتها اتغيرت. اول حاجه بدات ان انا احس بالتغيير، فايبس رمضان نفسها والاجواء بتخرجك شويه من روتين ثالثه ثانوي والمذاكره والملل بقى، وان انت كل يوم ماشي على نفس الروتين وزهقت وما بقتش قادر تكمل. فدي فرصه حلوه قوي اصلا للناس اللي حاسه ان هي مش قادره تكمل، وان هي تعبت وطاقتهم بدات تقل في وسط ضغط المذاكره اصلا والمدرسين. مش عايزه اضغط عليكم عشان ما تعيطوش، بس في وسط الضغط الكتير اللي انتوا فيه دلوقتي، من انكم بداتوا تراجعوا حاسين بضغط، والوقت بدا خلاص بقى يقل وكل الحاجات دي، وان خلاص جدولكم نزل طبعا، فدي كلها حاجات تضغطكم وتخليكم ستريسد ومش قادرين تكملوا، وخلاص بقى حاسين ان انتوا زهقتوا من الروتين. فرمضان هيخرجكم من الروتين ده، لان انتوا هيبقى فيه بقى اجواء. طبعا انتوا مش هتعملوا الاجواء دي كلها، بس انتوا حواليكم الاجواء دي، بتمشي في الشوارع بتشوف الزينه، اهلكم بيعلقوا زينه في البيت، اجواء المذاكره نفسها بتكون مختلفه. ونظام المذاكره اللي انا هقول لكم عليه ده هيخليكم برضو تعملوا حاجات كتير قوي من الحاجات اللي انتوا المفروض تعملوها في رمضان، فهتبداوا تحسوا بالتغيير. لما تغيروا روتين المذاكره بتاعكم هتحسوا كمان برضو بالتغيير. الفايبس نفسها وروحانيات رمضان هتحسوا بيها، فدي هتفرق معاكم جدا في نفسيتكم. الاول بس لازم تبقى عارف حاجتين، ان انت اي نعم رمضان ده اكتر رمضان فعلا مش هتستمتع فيه بكل حاجه من الحاجات اللي بتتعمل في رمضان الكتيره دي، بس لازم تبقى عارف ان السنه الجايه هتيجي عليك وانت محقق احلامك وانت في الكليه اللي انت عايزها. فاعتقد ان دي حاجه تخليك تتحمل ده. انتوا بقالكوا خلاص شهرين او 3 شهور، وكمان اصلا اخر فتره في ثانويه عامه دي ما بتحسوش بيها، يعني مجرد اصلا ما المراجعات تبدا والامتحانات وكده هتحسوا ان خلاص السنه بدات تخلص. فهانت، ما تضيعش تعبك كل الشهور اللي فاتت دي. انا عارفه ان السنه صعبه، بس بجد لما يجي رمضان عليك السنه الجايه وانت محقق حلمك، وتخيل اصلا تيجي تفتكر بقى كل الحاجات اللي حصلت في رمضان اللي فات، تبقى قد ايه فخور بنفسك ومبسوط. مش علشان رمضان ده تستمتع فيه بقى بكل الحاجات دي تضيع تعبك كل الوقت اللي فات ده، وتضيع الكليه اللي انت بتحلم بيها واللي انت تعبت لها خلال 6 سنين ابتدائي و3 سنين اعدادي و3 سنين ثانوي، ف12 سنه حرفيا من التعب ده كله بتجهز عشان ثالثه ثانوي. فمش هتضيع كل ده علشان شهر رمضان. فلازم تخلي ده دايما في بالك، ان انت مريت بحاجات كتير قوي 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 عشان توصل في الاخر للكليه اللي انت عايزها. فما تضيعش ده كله علشان شهر بتغريك بقى العزومات والقعدات ورمضان نايتس بقى والحاجات الكتيره اللي بتحصل دي. مش عايزاكم بجد الحاجات دي تغريكوا، علشان رمضان الجاي هتعملوا كل الحاجات دي بس وانتم محققين احلامكم. فمعلش اصبروا، دي سنه واحده بس او كام شهر باقيين حرفيا، فما تضيعوش تعبكم طول الفتره اللي فاتت دي علشان شهر واحد بس. كمان ثالثه ثانوي دي اول محطه هتبدا تحس فيها ان انت شخص مسؤول. فانت هنا دلوقتي لما ما تقدرش تتحكم في نفسك في حاجه زي دي، انت مش صغير عشان ما تبقاش عارف تتحكم في نفسك، انك تبقى عارف ان باقي كام شهر على امتحاناتك وتقدر ان انت تمسك نفسك وتقاوم كل الفايبس الحلوه اللي انت هتشوفها دي. فلازم تبقى عارف ان انت شخص كبير ومسؤول، وان انت باقي كام شهر على امتحاناتك، ان كل الحاجات دي ولا حاجه قصاد ان انت توصل للكليه اللي انت عايزها. ولازم تبقى عارف ان رمضان ثالثه ثانوي ده مش هتنساه طول حياتك، هيبقى رمضان مميز بالنسبه لك. فلازم تمشي رمضان ده صح، وعشان كل ما تفتكر قد ايه انت تعبت، وتفتكر قد ايه انت ضحيت بحاجات في رمضان ده، بتحس ان انت بجد فخور
فخور بنفسك انك فعلا كنت قد المسؤوليه وعملت اللي عليك. اول حاجه في نظام المذاكره ده اكتر نظام نفع معايا، واللي انا جربته اصلا من اول رمضان وعجبني جدا وفضلت مكمله عليه بقى لحد باقي الشهر. طبعا دلوقتي انا شفت لكم مواعيد الفجر ومواعيد المغرب ومواعيد الصلاه عموما علشان نقدر نظبط ده، علشان لازم تبقى عارف مش عشان رمضان ده رمضان ثالثه ثانوي فيه فانت دلوقتي مش هتلتزم بصلواتك ولا هتلتزم بالورد ولا تروح تصلي التراويح ولا كل الحاجات دي. انت هتنام الساعه 12 بالليل وهتصحى على 3:30 الفجر. الفجر بيأذن الساعه 5 الا ربع، هيكون معاك كده ساعه وربع تتسحر فيهم وتصلي القيام وتقرا كام صفحه كده من القران بقى على قد ما تقدر، تعمل كل حاجه في الساعه وربع دول. بعد كده هتنزل تصلي الفجر. على ما ترجع من الفجر بقى وتخلص كل حاجه هتكون الساعه 6. هتبدا مذاكره من الساعه 6 لحد الساعه 10 او 11 على حسب مواعيد دروسك، بس حاولوا تخلوا مواعيد دروسكم مش الصبح بدري، علشان اكتر وقت كويس في المذاكره في رمضان حرفيا هو وقت بعد الفجر. ليه بقى؟ لان انت بتبقى لسه واكل فمش هتبقى جعان ولا مدروخ ولا اي حاجه من الحاجات دي، وبتبقى لسه مصلي الفجر، بيكون كل البيت نايم فمش هيحصل دوشه ولا اي حاجه، ولا هتتغري بالحاجات كتير اللي بتغريك بعد الفطار، فالحاجات دي كلها مش هتغريك وانت هتكون في الوقت ده انت لوحدك بس اللي صاحي، فده هيكون اكتر وقت هتكون مركز فيه. فحاول تاخر دروسك على قد ما تقدر. كنت بنزل الدروس بتاعتي على الساعه 10 او 11 واخلص على 1 او 2 وبعدين برجع انام، وبعدين اصحى قبل المغرب. بعد ما تخلص فطار يبقى عندك نص ساعه كده من المغرب والعشاء هتعمل فيهم اي حاجه انت عايزها، تتبسط، تفك عن نفسك، تعمل اي حاجه، بعدين تصلي التراويح وترجع تكمل مذاكره وتنام تاني على الساعه 12. طبعا الوقت مش هيكون معاكم مظبوط بالثانيه زي ما انا قلت كده، علشان كل واحد فينا ظروفه مختلفه عن التاني ووقته مختلف عن التاني في كل حاجه. المهم ان انتوا فهمتوا نظام المذاكره، فحاولوا ان انتوا زي ما انا قلت لكم كده يكون مذاكرتكم اكترها او اكتر وقتها في الوقت بتاع الصبح ده، علشان هتكونوا حرفيا بكامل تركيزكم فيه. بعد الفطار بقى ده الوقت اللي انت هتبدا تحارب نفسك فيه، هتبدا بقى ان انت تقاوم بقى فيه كل الحاجات الحلوه بتاعه رمضان والقعدات الحلوه دي، فده هيكون اصعب وقت عليك في المذاكره. فحاول ان انت اصلا تخلي مذاكرتك الاكتر الصبح. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، حاولوا العزومات مش لازم تبقوا تروحوا كل العزومات كلها، يعني ممكن تروحوا عزومه 2 بالكتير قوي وتخلصوا وتروحوا، ما تسهروش بقى لحد الساعه 12 ولا 1 بالليل علشان انتوا عندكم مذاكره. فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تقاوموا الفايبس الحلوه اللي بتكون في رمضان، عشان زي ما قلت لكم هي سنه واحده بس، والسنه الجايه ان شاء الله هتعمل كل الحاجات اللي انت نفسك فيها دي. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وحاول ان انا الفتره الجايه اعمل لكم فيديوز عن ثالثه ثانوي علشان الفتره دي بتكون صعبه وانتوا بتسالوا فيها اسئله كتير. فلو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس وانا ان شاء الله هحاول اجمع الاسئله دي واعمل لكم عنها فيديوهات. بس كده انا خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده علشان يوصل لعدد كبير، وتبعتوا الفيديو لكل اصحابكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد هننزله. بس كده، باي باي.